اللهم لك الحمد كله، سبحانك يا ربنا لا مانع لما وهبت ولا معطي لما سلبت، فالملك ملكك والقضاء قضاؤك، وأشهد أن لا إله إلا أنت الحي القيوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الرسل، وارض اللهم عن أصحابه الأكرمين وعلى كل من صار على نهجهم واستنى بسننهم إلى يوم الدين. ونحن في ليلة تكريم من أمهات المسلمين، لا نقول في ليلة تكريمها إلا كلمات ترضي ربها علمنا إياها رسولنا الأمين إذا حلت بنا شدة أو وقعت علينا مصيبة، والموت من المصائب. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. أتحفنا طارق القلوب قبل الأسماع فضيلة الشيخ جهاد، لقد طرق القلوب قبل الأسماع والآذان. أتحفنا بآيات من سورة الأحزاب، وجاء في هذه السورة نداء من نداءات رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا، ينادي ربنا على صفوة الخلق من الناس بنداء الشرف. لم يقل يا أيها الناس أو يا بني آدم، ولكنه قال يا أيها الذين آمنوا. وقد أوصانا السلف الصالح أنك إذا سمعت نداء من نداءات القرآن الكريم فتعطي هذا النداء كل جوارحك، فإما أن تؤمر بخير فتمتثل، وإما أن تنهى عن شر فتنتهي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروه في حياتكم، واذكروه عند مماتكم، اذكروه في غناكم، واذكروه في فقركم، اذكروه في رخائكم، واذكروه في شدائدكم. اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأن العاقل في دنيا الناس يعي أن ما تم في كون الله إنما تم وفق مراد الله. نعم، بفقد من أمهات المسلمين فنحن نفتقد بابا عظيما من أبواب الرحمات. فقد قيل عند وفاتها ينادي مناد في السماء بوفاة الأمهات:
ينادي مناد في السماء: ماتت التي كنت من أجلها تكرم. فالكرم والستر والخير يصب علينا في حياتنا لوجود الأمهات بيننا، فعندما نفتقد أما فنحن نفتقد بابا عظيما من أبواب الرحمات. ومن ثم ينبغي علينا أن نكون بارين بالآباء والأمهات في حياتهم وبعد مماتهم. كيف أكون بارا بوالدي بعد الممات؟ قبل الشروع في الدعاء لنفسك أو لأولادك تشرع في الدعاء لوالديك. صلاحك في حياتهما وصلاحك بعد رحيلهما يعد من أسمى أنواع البر بهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النافع للميت ولد. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولد يدعو له، ولكنه قال ولد صالح. فصلاحك يعد من أسمى أنواع البر بوالديك. الله أسأل في عليائه أن يتغمد الأم الكريمة بواسع الرحمات. يا ربنا، نسألك في هذه الليلة أن تجمع بينها وبين زوجها وبين والديها وبين أحبابها وأهلها الذين سبقوها إلى الدار الآخرة. اجمع بينهم في هذه الليلة في مستقر الرحمات. أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. نسألك في هذه الليلة في هذا الشهر المبارك وهو شهر ميلاد سيد الورى، نسألك أن تفتح لها الآن في مرقدها بابا من أبواب الجنة يأتيها من طيب الجنة. بدد يا ربنا ظلام قبرها ضياء، اغسلها في مرقدها بالماء والثلج والبرد، زد في حسناتها وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتها. ألهم أهلها وولدها صبرا وسلوانا ورضا واحتسابا. أيها الكرام، لا أراكم الله مكروها وجعل الله دوما سعيكم مشكورا. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.